بسم الله الرحمن الرحيم. متتبقات خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تتلاقاو من جديد في حلقة جديدة. رمضان كريم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذه الساعة اللي حنا ملاقين، وفي الساعات الجاية إن شاء الله. ما تبقاوش تبارطاجيو الحوايج اللي انت ما متأكدش منهم، الأخبارات اللي انت ما متأكدش منهم واش صح ولا كذوب، ما تبارطاجيهمش باش ما تدخلش مع دوك الناس اللي ذكرهم الله في القرآن وقال إذا جاءكم فاسق بنبأ. الآية تبدأ بهذه الجملة إذا جاءكم فاسق بنبأ. الفاسق هو اللي تيجي بالنبأ ديال الكذوب، إذن باش ما يكونش واحد يدخل في حكم ديال الفاسقين ويكون من الفاسقين ما يبارطاجيش شي حاجة اللي هو ما متأكدش منها. قريت واحد حاجة ما متأكدش منها ما نبارطاجيهاش، لأنها دن مع الله سبحانه وتعالى، حيث الله ذكر الفاسقين ونعتهم هنا الناس اللي تطلقوا الإشاعات الكاذبة والأخبارات الكاذبة. حاجة أخرى، علاش بعض الناس تيبارطاجيو صورة ديال الموائد ديال الفطور ديالهم؟ عطاه الله من خيره وعجبته الطابلة ديالو، عجبو داكشي اللي حاط في الطابلة ديالو من المأكولات والمشروبات ديال الفطور، وهذا الشيء راه معروف، وتيشد هذيك التصويره وتيصيفطها لواحد هنا وصيفطها لواحد هنا بارطاجيو. او شي واحد تطيح في شي صوره صيفطها لي شي واحد بورطاب ديالو ديال شي مائده كبيره فيها الحليله فيها البيض فيها كذا وتتصيفطها لواحد اخر. فبالك بان تدوز عند شي واحد مسكين ما عنده والله، ما عنده والو، مسكين فاطر ما عرفت خبز وليمونه ولا فاطر بشي حاجه بشي اتاي والزيت ولا شي حاجه. نعطاك الله من خير استر راسك وقول الحمد لله لكشي اللي قدامك، وطلب الله يشوف من حد دوك اللي ما عندهمش، عاود ما تبقى تبارطاجي. خليونا من داك هاد اللعب الخايب ديال مائده وتنبيها الاولى اللي عطيت هي ما تبقاش تبارطاجيو الكذوب. من تعرف شي حاجه انت متاكدش منها ما تبارطاجيهاش، انت مأكد فيها المصلحه فيها منفعه الناس بارطاجيها، انا ما مأكدش ما نبارطاجيش. كذوب ما تبارطاجيش، تبارطاجي الكذوب وانت ما تيقنش راك دخلتي مع الفاسقين. ونبداو الحلقه ديالنا اليوم. تتعرفوني تلاحظوني بعض المرات تنتعصب شويه، تنتعصب لك بحال هاد الناس هذا ديال الله تفطر معنا وديال الموائد، وتنتعصب ان شي واحد اللي تيشد اخبار معوجه تيبقى يفرق فيها بارطاجي. راكم كيما قلت لكم راكم تشوفوا الكذاب، داك الكذاب تيكذب تيخرج كذبه وتيقول لك بقاو تتابعوني باش نعطيكم الجديد، ما هو جديد في عالم كذوب. الحلقه ديالنا اليوم كيما قلت لكم، واحد العائله مكونه من اب وام وجوج خوت. واحد الاخ مرة يخدم مرة يجلس، مرة تيجي للدار مرة ما تيجيش، ما معاون ديك العائلة بتا شي حاجة. واحد الأخ الثاني خدام في واحد المعمل، تزوج واحد البنت شوية دارهم ميسورين من جيرانهم، وجابها وسكنها مع والديه. هو ما عندوش فين يسكن إلا دار والديه، سكنها مع والديه. وباه كبير في الأعمار وما عندوش شي مدخل شي دخل، مو مريضة، وباه كيما تقول انتريتي، ولكن شحال تيشد من 3 شهور تيشد ما عرفت شي 120,000 فرانك ولا كذاك بحال هكا، ما نافع حتى شي حاجة. وهو اللي خدام على العائلة ديالو. ولما جاب ديك المرأة اللي يتزوج بها، هي ميسورة شوية، ديك البنت اللي يتزوج بها، تتعاونهم شويه، تمشي لدارهم تتجيب شي حاجه من دارهم مره تتعاونهم كذا وهم عايشين. وكاين ديك اختهم، هذيك اختهم كانت تقرا، مابقاش تقرا وكبرات، وصلت تقريبا واحد 26 عام، مقابله غير دار والديها وكذا. بعض المرات تجي عندهم واحد المراه، تجي عندهم ماشي من عائلتهم ولكن تتعرفهم وتعرفوها، تجي عندهم تدي ديك البنت اللي جالسه في الدار تقول لها يلاه اليوم تخدمي معايا، تعاوني واحد السيده انت غير جالسه يلا تخدمي عند واحد السيده في الدار بغات تخرج الرحيل ديالها،
يلا ديري هذه، يلا تدبرها في شي خدمات مقطعين في الديور كعامله بيوت. عندك ناس اللي عندهم لي فيلا وعندهم تعرف الناس شويه طالعين، تدي عندك الناس تعاونهم وتجيبهم وتجي في حالتها. من ما تكونش خدمه تبقى جالسه، ولكن كانت تسمع شويه حشيه الهضره من داك خوها ومرت خوها. مرت خوها كانت ما حاملهاش، ما تتبغيهاش، وخوها هو الحاكم في الدار، حاكم السلطه ديالو، حاكم فلوسه، لانه هو اللي تيصرف، هو كل شيء. وكانت اخر حاجه تديرها في الدار تينوض معها صباط، ومن الهضره تيقول لها انت غا جالسه، انت غا مريحه، ما بغيتي تتزوجي، ما بغيتي دير حتى شي حاجه، غا جالسه في الدار. كثرت اللي تخاصم معاه ولا تيهددها. انا لا، انا غادي اش غندير؟ غنهز مراتي وغنمشي بحال نخليك مع امك وباك، الله يعاونكم، دبر راسك معاها، دبر راسك معاهم. هي خايفه على هذا الشيء يدير، لان ما عندهاش باش تهز امها وباها. وباها يلاه ديك النساء تمشي في الدواء، والدواء ديال امها هو اللي خدام. اي تعيش عيشه المنه، تيمني عليها ديك الحياه اللي هي عايشاها. هي بقات شاده ديك المراه تجي عندهم، وديك المراه ما مجوجه شيء، عندها بناتها كبار جوج مشاو لاسبانيا، ولكن هي ديكوردي هذيك خيتي فايقه، تتبقى تشكي عليها، تتقول لها شوفي انا الباح دار ليا، ما دار ليا، فعل ليا، ما ترك ليا كذا، عيرتني مرتو ودارت ليا كذا كذا كذا. هذيك المراه كانت بعض المرات تجي تهضر مع داك خوها تقول لها بعد منا خليها عليك، تقول لا مالها كذا طاطا، تتبقى تدافع عليها شويه كذا كذا. خلينا غنهنيها منكم، انا غنهنيها نهنيكم منها، غير خليها غنهنيكم منها، غير خليوها. هي كل ساعه تقول لك المراه ما بالك والو، ماشي بريك ولا شي حاجه لا والو، والله ما لقيت باش نمشي للحمام، والله ما لقيت باش ندير كذا كذا. هذه خايتي تدور معها شويه، عاوتاني تديها، تتعرف هي دوك الناس ديال الفيلات وداك الشيء، دوك عندها المعارف، المراه عندها المعارف، كيما تنقول بحال عزري الدوار معروفه. تديها يلا يديك تخدم هنا وهنا. واحد المره جات عندها قالت لها شوفي، كاين واحد الراجل لاباس عليه، بخير عليه، لاباس عليه، وكانت عنده واحد بنت، وديك البنت تزوجت، مشات في حالتها، تزوجات ومشات، وهضر معاه وتكلم معاه، قال لها تخي شي بنت الناس اللي معقوله بحال ديك الاخرى، وهذيك الاخرى انا نجتري، انا اللي نجتري، وبقات معاه حتى تزوجات، دوزت معاه تقريبا 11 عام، كانت بدابها ودار لها الذهب ودار لها داكشي اللي بغات. هو راه ما عنده والو، عنده مراته وعنده ولادو كبار تيقراو في الجامعه في الرباط، تيقراو في كذا، وما عايشينش معاه، وتيجيو من السيمانه للسيمانه، وعنده ولدو في ميريكان، هو بخير، ما عنده الكلاوات وعنده كل شيء لاباس عليه، وراه تيتهلا فيا انا، شتي متى ندور معاك تيكون ندور معايا هو. وقال لي دابا شوفي لي شي بنت الناس تكون معقوله وتجي عندي وكذا كذا كذا. يلا تخدمي على راسك. قالت له واش غادي نبقى نجي في العشيه؟ قالت له لا لا ما تجيش، ما تجيش اي. ايوا انا نقول لك وفكري مع راسك. هذيك المراه قالت لي هذا الخبر، وماشي قالتها غير بينه وبينها، جا خوها في العشيه، هي عاوتاني تجي تزورو مره وجاي عندها باش تدير الاخبار، وهي تقول لها قدام خوها واش درتي؟ اش قلتي في داكشي اللي قلت لك؟ قال لها خوها اش كاين؟ قالت لي واحد السيد اش كاين اش كاين اش كاين اش كاين. قال لها هي تمشي تخدم، اش بقى جالسه دير؟ تمشي تخدم لالا. الاخرى عاوتاني كررت عليها وقالت لها بديك الكلمه اللي حسب مسكينه التعاود ديالها، قالت لها واش غادي نبات؟ دار فيها خوها ودار فيها مرت خوها، علاش غتجي ديري هنايا؟ كما تباتي تبقى عند الراجل. هاد السيده قالت لك تكوني عندك بيتك بوحدك وكلشي بوحدك، هذا بقاو يسوسوها، داروا فيها صافي يدفعوها. قالت السيده واخا نمشي معاك. دات هذيك المراه ودات عند داك السيد اللي قالت لها. السيد عنده واحد شبه فيرما كبيره عايش فيها لداخل، وعنده مراته كما قالت لها، وعنده واحد الخدامه، مراه كبيره خدامه عندهم، وعنده ولادو تيجيو ويمشيو. ودخلات واستقبل هذاك السيد ومراته وقال لها مرحبا بك لاله، العمل ديالك ها هو، راه الدار ديالك، وانت بنتنا، وانت كذا وانت كذا وانت كذا، ها شنو غديري، شنو غطيبي، شنو كذا شنو كذا، وراوها المهام ديالها. البنت بقات خدامه عندهم، لما تيجي الاسبوع هو داير معها باش يخلصها كل اسبوع، وتمشي تشوف دارهم من الجمعه للجمعه. بعد الظهر تمشي لدارهم، هي تتوجد لهم داك الاكل ديال الجمعه وتمشي لدارهم.
المركوب ما بينها وبين دارهم تقريبا واحد 20 كيلومتر. هذيك 20 كيلومتر تمشي تركب المركوب كاين تجي لدارهم، ولكن السبت الصباح ستركب تكون عند السيد، تعطيها فلوسها وتخلصها كيما اتفق معها هي، ولا تجي للدار، ولا شويه تجيب معها شي حاجه هزاها في يديها، ولا تجيب لهم شي حاجه، تجيب لهم ديك الدار ديال داك السيد كان رجل كريم تيعاونها بها. دابا تجيب لهم خوها عجبو الحال ومرت خوها عجبها الحال، لان شبه تهناو منها تما في الدار، وداك الشيء اللي كانت تتمنى مرت خوه كانت تتمنى هذيك باش تحيد عليهم، وبقات هي جالسه تما هي وداك الراجل وديك ام داك الولد، والاخرى صافي تهناو منها الا ديك الليله تجي تبات وتمشي. اليوم غدا البنت ولفات مع ديك العائله، ولفات معها، ولكن وقع شي حاجه خايبه. هذاك الراجل واخا هو كبير في العمر بدا تيدور بها، ولا تيقول لها شوفي رانا بغيك كلام معقول، شوفي انا راه ندير لك فيلا ديالك بوحدك، وانا ندير لك بارتمون ديالك بوحدك، وانا ندير لك اللي بغيتي بوحدك، وندير لك راس المال، وندير لك نشري لك الذهب، نشري لك، وانا باغي نتزوج بك. البنت تقول له وانت اكبر مني وانا باقا بكر وعمري ما تزوجت، تقول لها انا ما خصك معايا حتى شي حاجه، هو فكري مزيان، انا نعطيك وقت تفكر، نعطيك هذه، ولات يتهلا فيها اكثر من تبغي تمشي الاسبوع، بحال تعطيها هذاك الاجر ديالها على 3 المرات، ودي معك هذه وخذ هذه غتاكلها، لانه هو السي السيد في دارو تيدير اللي بغا. اما المراه الكبيره اللي عندها تتعاون هذيك مسكينه تتبات عندهم تما، مراه قديمه ناعسه معاهم تما تتبات معاهم تما، لا دخل لها في هذا الشيء هذا. هي شكات لديك السيده واحد المره قالت لها انا بغيت نقول لك واحد السر. قالت لها شنو؟ قالت لها انا نقول لك داك السيد اش قال لي راه قال لي بغى يتزوجني وكذا، او قالت لها انت مالكاش خاسره، وانا بنتي راه في اسبانيا واخد عندها واحد عنده 80 عام، والاخر راه عنده شحال عنده من العمر، واش بقات في العمر؟ راه بقات لي عاونك ويساعدك ولا كذا، في غترجعي لداركم، ترجعي عند خوك، نهار كنتي نغزالك ترجعي لكذا، مالك دير مستقبلك، يلا ودير بدا راس مالك دير تحتك، في الاخر قولي الله يهنيك، يكون عندك فلوس، يكون عندك هذه، يكون عندك هذه، يكون عندك هذه، في غتمشي. ايوا نقولوا مثلا حنا قلناها لخوك، قلنا راه بغا يتزوج بها، غتقول لهم لا، غيقول خوك لا، ما يقولش لا، يقول لك لا بغا تزوج ولا تيحشيك هاد الهضره ديما، ودير تزوجي راسك قلبي راسك، ولا قال لك مثلا ولا بغيتي تزوجي جلسي معنا، هذيك هي المصيبه الكحله. بقات عليها السيده بعد الهضره هذه، هي بقات تقول السيد حتى نشوف، وتتخمم. السيد ذاك الوقت ولا تتقرب منها اكثر، ولا تتقرب منها، تغتنم شي فرصه تتيح ليه، تيشد فيها، تتكون في الكوزينه بحدا تدخل عليها، تتكون بيت الصابون بحدا تدخل عندها، بقات يعاملها كخليله ديالو. البنت تهدر راسها، بقات يغريها بالفلوس، بقات يجيب لها الفلوس، تيقول لها كي ديري هادي عندك، خبي عندك يشوفوها، ولكن كانت تعطيها فلوس شويه صحيحه، كانت تعطيها مره 5000 درهم، مره 6000 درهم، تقول لها خبيها عندك. وحلت البنت ما بين الفلوس وما بين الشرف، ما بين الشرف وما بين الفلوس، وحلت ما بين مستقبلها اللي تيبغي يطلب منها الزواج، وحلت ما بين ترجع لدارهم. البنت تخلقت في عقلها، ما بقاتش عارفه اشنو من اتجاه غتاخذ، وبقات صابره هذاك العمل ديالو. طاحت عليها واحد الفكره، قالت بون نخليه نتعامل معاه كيما بغا هو، المهم انا نبقى نطلب فيه الفلوس. وكما كانت وتتخبر ديك خيتي وتتقول لها الاسرار ديالها مسكينه، تدخل عليها وتتقول لها ايه حل بيه خذي من عنده الفلوس، ما تخليش هذا حتى يعطيك الفلوس. ولا تدخل من عنده فلوس. اليوم غدا واحد النهار البنت حست براسها حملات منه. لما حملت منه قالتها ليه، قالت لي انا راه هالمشكل اللي وقع لي، مشكل اللي وقع لي. قال لها شوفي نخليك تخرجي شوفي شي طبيب وعيدي، وانا ما دابا باقي ما تزوجناش، وتعرفي الدري ولدي تنسناه يتزوج، هو الصغير كون يتزوج يمشي عليا نتهنى، ديك الساعه بقى بتيدوخا من هنا لهنا من هنا لهنا. هي حملت وعطاها الفلوس، مشات عند شي طبيب، داك الطبيب قال لها ودي راسك وموات ناسي عندنا في الكلينيك، ناسي واحد 3 ايام، هي ما قدرتش تنعس، رجعت لديك السيده
قالت لي اش وقع لي اش وقع لي. ديك السيده تقول لها مالك شنو خاسره خاسره. قول لي ما نحيدوش، قول لي ما نحيدوش، قول لي بقى في كرشي ما نحيدوش، قول لي ولدك وصبصري مزيان وانت ما تولدي انا غنهنيك منه وانا غندير وانا غنفعل. تتجي تزعمها، تزيد تفعل، تتغرقها، تزيد تغرقها. البنت ضيعت وقت بزاف، ضيقات وقت بزاف بين واخا والا، حتى بقات تقول ما يمكنش الدري تعيد. هذا دابا الدري خصك سيزاريان وخصك عمليه كبيره وخصك وهي تما خدامه وساهيه وتدير هاد الكينه وتجيب لها خيتي تدير شي عشوب تسمعهم من عند الناس اللي تتلاقى معاهم وتدير هاد الكينه وتشرب هاد الدواء باش طيح كما تنقولوا. ولكن ما طاحش وبقات البنت حامله. البنت من وسط 6 شهور بقات كرشها تتبان، ولا تخدم في ديك الدار وتتمشي تلبس غير الحوايج اللي عراض وتمشي لدارهم وراد بالها من خوها من مرت خوها وراد بالها من امها الناس يقول لها الخبار، ولا تتسنى فوقاش غتولد باش داك الولد هذيك السيده غتعاونها فيه وغادي ديه ولا كذا ولا كذا. الوقت اللي حست براسها غتفضح قالت هذاك خينا قالت لي شوف لي شي حل، شوف لي شي حل. انا هضرت معاه شوف لي شي حل. قال لها انا الحل اللي غنقول لك انا غنعطيك فلوس باش تكري ولا باش ترهني شي دار رهنيها وجلسي فيها وبقاي فيها. انا نقول لهم انا راه مابقاش بغات تخدم عندنا وانا فلوس نوصلها لك اللي بغيت نوصلها لك وقلتي تما تتولدي وتخلصي منه. شوف كي ديري ليه، شوفي عطا الله اللي ربيه، عطا الله اللي كذا كذا. كان هذاك هو الحل عند ديك البنت. وقالت هذيك السيده قالت لها هذا راه حل، دابا اللي عطا الله عطاه. فعلا عطاها الفلوس، عطاها فلوس والبنت جمعت حوايجها وما قالت السلام عليكم حتى شي واحد وغبرات ومشات. الراجل درك هذا الحدث وقال لمرتو السيده مابغاش تدخل معنا وقالت لك نمشي بحالك لا سيري بحالك صارت النبي دابا تشوف شي وحده اخرى. هذيك المراه بقات معها كونتاكت، هي مشات بعدات وكلات كما تقول خرجت على ديك المدينه مشات المدينه المجاوره لها، واحد المدينه قريبه المدينه اللي كانت فيها، ومشات تما وديك السيده معاوناها وتجري معاها ومشات كراو وعندها فلوس موجوده وشرات فراش وشرات هذه وشرات هذه وجلست تما تتسنى الولاده. قد جالسه بوحدها وتتسنى الولاده غتولد، ما بقاش قادره ترجع لدارهم. ديك المراه تترجع لدارهم اش قالت لهم؟ قالت لهم شوفوا حنا الرجال ما عرفها فين طارت، ما عرفها فين مشات، هزت معها شي فلوس وزات ما عرفتي لا هربت مع شي واحد. قالت شي واحد راه كان تيجي تما مره تيدور حدا الفيلا وتتهضر معاه وتتكلم معاه ربما مشات معاه، انا ما عرفتها فين مشات. الاخرى وهذيك المرسله تقول لها شوفي انا خويا قول لي ما عرف فين مشات، متفقين. مرت خويا قول لها ما عرف فين مشات هربات، ولكن امي قول لها رانا بخير وعلى خير، ما تخافيش عليا وما ديريش. هذيك كانت تجي عند امها تقول لها ما تخافيش على بنتك راه وقع لها ما وقع. دابا سكتي. الام مسكينه رغم المرض ديالها ورغم هذيك المصيبه ديالها بقات كاتمه سرها، ولكن بغات تشوف بنتها ولا بغات تشوف بنتها في ديك المدينه. وديك المدينه اشنو السبه غادير هي مراه كبيره ومريضه، شنو السبه غادير غتقول لها هذيك نمشي نزورها نمشي نديها تزور اي حق غديها. تقول لها شوفي دابا تجي ما بقى ليها والو غتولد وكذا وتجي دابا غير هني راسك. الام مسكينه مع ديك الفقصه ديال بنتها وداك الشيء زادت مرضت وحتى وصل الوقت ديال اللي غتولد ديك البنت ومشات معها هذيك الماتيرنيتي وولداتها وجاء تقول بان رجلها هربان عليها وكذا وخرجتها من الماتيرنيتي وجابتها للدار بالوليد. لما جابتها للدار بالوليد قالت لها دابا الدري خليه عندك حتى نشوف شكون اللي غيربيه، انا غندبرك على شكون اللي غيربيه غير هني راسك. الاخرى بقى فيها الوليد اللي ولدات تقول لي انا في الصراحه ما ساخياش به، انا ما سخيتش به، ما بقى عندي حد في الدنيا يخليه ليا وصافي، انا غادي نخدم كي نهزو معايا وندير معايا. تقول علاش غنخدم معاك وندير معاك؟ واش انت حنبقى مع راسك اش غديري هاد المصيبه هذه؟ تقول لا والو غير هضري مع الاخر باش يجي عندي. الاخر ساق الخبر ولدات تيجي عندها شاف الدري وكان ما عطاهش اهميه، ولكن انت تقول له خصك تخلصي منه. وشوف المراه قالت لك تشوف شي واحد يربيه عطيه ما ربيه ورجعي انت للدار، انا عارف كيفاش نتصرف ونعرف كيفاش ندير. وتعطيها الفلوس. الدري كبر ولا عنده عام. البنت وقع صلح مع دارهم وجات وقالت لهم لا انا كنت هنا وكان واحد الدري غيتزوجني ما تفاهمش معايا وداني عند مو وجلست عند مو وكذبت من هنا، ولكن خوها ما بقاش قابلها. خوها حاس كاين شي حاجه ما بقاش قابلها. لما جات ما بغاش يدخلها
واخا من دخلها تدخل ديك السيده وتطلب ديال الموده الرغب وداك الشيء، تقول انا نجي نشوفها المهم نمشي في حالي، انا ما عندي ما ندير عندكم هنايا. تقول لها ما عندك ما ديري، ما عندك ما ديري وما تدخليش عندنا، شوف فين كنتي وشوف فين مشيتي وفين هربتي وفين درتي وكذا وكذا وكذا، المراه براسك انت هربتي فين كنتي. عيات ما تدرك بالكلام الخاوي ما نفعل والو، ولكن عرفت بان الزياره ديال دارهم ما بقاش مقبوله فيها من طرف خوها، ما بقاش مقبوله، خوها ومراته وداك الشيء ما بقاش مقبوله. با مسكين المريض غيتيشوف بعينيه، امها لما غتعطي الراس عطات الراس ليها غيدور فيها خوها، غيقول ما نخرج عليكم قلت سيتي وبنتك، عطات ما لقات ما دير ديك الام ساكته مريضه. كتب ما كتب هي تموت الام ديال ديك البنت، والاخرى مع ولدها جالسه. ولات تخدم شي خدمه راسها، ولات تبيع وتشري، تشري حوايج تعاود تبدلهم، تشري ريكلام، تمشي تشري ريكلام تاخذ حوايج الخاص وتتعاود تبيعهم، ولدها ديما معها دافعها بكروستها، ولات تخدم على راسها. ولكن مره تتفكر داك الحاج مسخوط، تتفكر مره وتتعيط عليه وتيجي عندها تقول جيب لي فلوس، جيب لي فلوس، ولا الدريه نحطو قدام مرتك، ولا تتهدو بالدري. هذاك هو الحل اللي عندها، ولكن الدري شاده عندها وتتهدو فوق ما هداتو مره في الشهر ولا مره في شهرين تيجي تعطيها الفلوس. هي دوك الفلوس ما بغاش تضيعهم، ولا تشوف المستقبل ديال ولدها، ولا تشوف ديك الكريوه اللي كاريه، ولا تتخدم على راسها وشاده داك الدري. الدري دار عامين في عمره، لما الدري دار عامين والاخرى باقا معها ديما في الاتصال، ديما تجي عندها، دار داك الدري عامين ولات لما تجي شي خدمه غتخدمها مع ناس وتخدم في بيع والشراء، ولا غتمشي تسافر بالدار البيضاء تجيب سلعه ولا كذا، تتخليه عند واحد الشجره وتدور مع ديك الشجره، ديك الشجره عندها ما عندهاش، وتدور معها تخلي لها الدراري. الدري تيمشي هنا لهنا، الدري عامين عايش بيناتهم، هي تتغيب كاع في الصباح وتجي في العشيه لعند ولدها. حتى لواحد النهار جات تلقى ديك المراه شاده في راسها تتغوت، قالت لها مالك؟ قالت لها الدري طار. اويلي، قالت لها طار، قالت لها صافي هذا هو الحرام الحاج، صيفط شي واحد باش يدي الدري باش يتهنى مني. وكيفاش طار؟ قالت لها كنت حاجه الباب، كان هو تيلعب قدامي هنايا، كان تيلعب هذه، كان تيلعب هذه، كان تيلعب هذه. شكون اللي جا عندك؟ قالت لها ما جا عندي حتى شي حد. شكون دخل عندك؟ ما دخل عندي حتى شي حد. اللي دخلت عندي هي فلانه، جا عندي الصباح على ديك المراه ديك الوسيطه، انا جات عندي سولت فيك، قلت لها ودي خلات لي الدري كما العاده ولا مشات، انا خدامه. قالت لها قول لها في العشيه غنرجع عندها، ولكن ما رجعتش عندي، مشات في حالتها ما رجعتش. هي اتصلت بديك الوسيطه قالت لي اجي عندي، خرجت عندها قالت لها جيتي عندي؟ قالت لها جيت عندك الصباح قلبك ما لقيتكش، ولكن راه بان لي الدري كاين. قالت لها هي راه قالت لي الشريفات شفتي الدري كاين. قالت لها كيما الدار هي الاخر. قالت لها خليني نمشي نسول لك، هذا يمكن الحاج زعما يلعب هاد اللعبه، الحاج يدي زعما الدري يصيفط شي واحد يخطفوه ويديه، خليني نقلب لك. مشات غابت، اتصلت مع الحاج او ما اتصلش مع الحاج، وجات عندها قالت لها الحاج ما عندوش، الحاج ما عندوش، والحاج مسافر والدري ما كاينش، ورانا انا اتصلت به وراه غادي يجي من السفر وغادي يمشي عنده. دوزت واحد السيمانه والمراه تتحرق، والمراه تتحرق على ولدها. مشات عندها قالت جات عندها دوزت السيمانه، مشات عند الحاج وجات عندها قالت الحاج ما عندوش، والحاج ما يديش الدري، والحاج راه بقى فيه الحال، الحاج راه تيغوت، راه خليتو تيغوت وبقى فيه الحال. لا فين مشى الدري كون عرفنا شي وحده مربيه بعدا نعرفوا شكون هي هادي وراه مصلبي. قالت لها راه ما خلى الحاج راه تيغوت. في ذاك النهار جا الحاج، في العشيه ديال ذاك النهار جا الحاج عندها، دخل عندها قال لها فين الدري؟ قالت لي الدري طار. كيفاش طار؟ الحاج ولا تيحاسبها، الحاج اللي ما كانش عاطي للدري اهميه، الحاج اللي كان تيقول لها سيري الدري دي ربي ولا شوف كيدير ليه، ولا تيسول ولا ولدو ديك الساعه تيقول له فين هو فين هو، ولا وعنده وكان كما تتقول باينه في وجهه بانه تيقول ما تيكذبش، تيسول على الدري من قلبه، تيسول الدري. قال لي انا كنت نخمم ليه المستقبل، ولكن هذا كنت خايف من ولادي وتخايف من المراه، ولكن رديك البال وتنعطيك وتندير ليك وكذا وكذا، انت طماعه فلوسي تنعطيك عيشي بهم، اش بدك تبيعي وتشري، اش بدك تخرجي تخدمي، اش بدك ديري كذا كذا. قال لها بون شوفي شحال راسك. قالت لي غنمشي للبوليس. قالت لي الاخرى، قالت لها كيفاش غنمشي للبوليس؟ اش غيقول لي لهم؟ مع من وداه الولد؟ مع من وداه؟ غتقولي مع الحاج، غتقولي وداه في لا شرعي، وداه في الحرام، يعيطوا للحاج يسولوه، يسولوا خبر خوتك، ها وخرجتي على امك بغيت تخرجي على باك، وامك مسكينه هي توفات ومشات عند الله، بغيت تخرجي على باك حتى هو، بغيتي خوك صافي ديال الاخرى معاك، وبغيتي تقطعي مع العائله، واش غتقولي للبوليس؟
غتقول لي اليوم انا هرب داو لي ولدي راه لا شرعي وكذا، اش غتقولي للبوليس؟ عمرتها بهاد الهضره هذيك. الحاج قابل هذا ما قابلش تمشي عند البوليس، لانه تيشوف راسو الا مشيت عند البوليس غيتجبد. ولدي تسرق ليا وانا حامله به حامله به مع الحاج، البوليس غيجيبوا الحاج لابد، غيقول الحاج اجي لاباس بخير، هاد المراه راك حامل معها حمل لا شرعي، وهي انت اللي محملها حسب ما تقول، واش ما ديتيش الدري؟ هما ما غيدخلوش معاه في الحمل، غيدخلوا معاه الدري واش ما ديتيش، ياك ما غبرتي انت. الحاج ما بغاش هاد الفكره هادي ديال البوليس، وديك المراه ما بغاتهاش وقالت لها جلسي في حالك تيفرج الله، دابا نشوفوا هاد الدري فين كاين. بقات ديك المراه مشى الحاج وبقات ديك المراه معاها، وتتقول لها دابا ما بقيتيش شي، انا يجي شي وحده تربيه، ما بقيتيش شي، انا كذا كذا، دابا بغيت تشديه ودي راه فيما داو غير ربيوه. ديك السيده تقول لي انا خفتهم يقتلوه، خفتهم يرميوه في شي بير، راه ولدي راه كذا. عاشت مسكينه واحد 3 شهور هي تبكي على ذاك الولد، عاشت وهي في حاله ما في حالها حاله، حسب ما تتعاود هي وتتقول السيد اللي نطلع على هذه المسطره اللي هي من مصادر موثوقه اللي كان معها اتصال، وكان مع ديك السيده باتصال مع هذه العائله، تتقول بان ديك السيده وكانت بنت بلاد، وهذه السيده هذه وكانت مرته على اتصال بها، تتقول بانها دوزت وجهت بالدل ديك السيده هذيك البكاء، ولكن ما دارش مسطره قانونيه، هي ما بغاتش دير مسطره قانونيه بدافع ديال الحاج وديال ديك السيده، ما بغاش دير مسطره قانونيه خوفا من المخزن وخايفا من البوليس، ولكن هي ما عرفاش في القانون، هي ما عرفاش في القانون، لان هي كانت تقول حامله مع اي واحد، مع واحد ما تنعرفوش مشيت معاه وحملت معاه مثلا باش الدري يبقى في البحث، ولكن كما كان الحال الدري ما بانش كون بانت الجثه ديالو هنا ولا هنا ولا هنا يمكن لا تصرف شي تصرف. الدري طار قبر ما كاينش، داك الدري ما بقاش. الام صبرات وبقات بحال لا مات داك الدري، حسباتو بحال هو مات، وكون مات حسن ليها، وكون مات وشافته بعينيه حسن ليها، اما هي معلقه بالعنقه كما تيقولوا، معلقه مسكينه به، وتتقول فين مات الناس فين مشى وفين جا. وراه دابا هاد الكلام اللي تنقول لكم راه ساهل عند بعض الناس، نقول لكم علاش. ولدك يغبر من الدار، يغبر ما يبقاش يجي، وعلى من ولدك يموت الله يحفظ. إذا مثلا واحد المرأة مجوجة وراجلها غبر بحال دوك الناس تيجيو من الزهايمر ولا هرب عليهم، هرب ولا غبر ديسبار، تقول باهم واحد النهار بات ما صبح، ولا خوهم بات ما صبح، ولا اختهم بات ما صبح، راه كارثة كبيرة بالنسبة للوالدين، راهم تيخموا فين مشى، واش دابا تيبكي، واش بيت في الزنقه، واش تطيح، ودابا ياك ما ضربوه ياك ما كذا. هاد الوسواس تيبقى فيهم، الوسواس القاهر تيقهر الصحه وتيهلكها. وهي كتب على شي والدين يمشيو لهم وليداتهم ويخبروا لهم وليداتهم اذا كتب الله الموت، راه تتصبر وتدوس تعرفوا فين مشى، راه في قبره. اما لا قبره ما جاش، هذيك هي المصيبه، هذيك هي تهلك الصحه وتطحطح الصحه. هذيك المراه شو بنتها من خرجتها من دارها، هذه تنعاود عليها، خرج بنتها من دارها وصارت الخبر مسكينه، راه حملت وساقت شي، المراه تقصد ديك الفقصه مشات للقبر، ولكن كل ما يقولوا مريضه كانت تشكي مسكينه القلب وتيشدها هاد الجهه، هاد الكافره بالله، هاد الدواء وهاد الشيء مسكينه تشكي منها، ولكن مسكينه الفقصه ديال بنتها، باش ماتت، الفقصه ديال بنتها باش مشات ديك المراه هذيك وباينه. وهاد المراه مسكينه بقات واخا تخدم وكملت على حياتها، كملت، ولكن وليدها ما بغاش يتحيد شي بيان سور، وما بغاش يتحيد من قلبها، وديما تتسول. ومره وتجي عندها ديك المراه، ديك الوسيطه تجي عندها مره تقول لها ما بانش اختي، تقول لها ما بانش وكذا وكذا. دات على 13 عام وديك السيده تتسول على ولدها 13 عام. ماتت ديك المراه، ديك الوسيطه اللي كانت جات عندها ماتت ومشات عند الله، وبقات هي مسكينه عايشه بوحدها، عايشه بدارها، وكانت مرة ديك كرديه، وخلصت ديك الدار اللي كانت راهنه، خلصتها ولا دارها وفيها الفوق والتحت، وكرات الفوق لشي ناس ولات بخير عليها. حتى لواحد النهار جات عندها واحد المراه، ودقت عليها وخرجت عندها، تلقاها واحد المراه
جايه وجاي مع واحد الراجل، قالت لها هذا الراجل خدام عندي هو اللي تيسوق بيا، وقالت لها بغيت نهضر معاك. قالت لها ايه. ديك المرة جات مع واحد بنت تقول، قالت لها هذه بنتي، وجاو دخلوا عندها ناس في الهندام ديالهم والمحيا ديالهم والوقفه ديالهم، بانوا ان عائلات كما تنقولوا حنا شخصيات. ديك المرة هضرت معاها، قالت لها انا جيت عندك بنتي باش نهضر معاك، انت هي فلانه؟ قالت لها اه. قالت لها تعرفي فلانه؟ قالت لها ايه. قالت لها فينا هي؟ قالت لها ماتت. قالت لها في اخباري ماتت. هذيك راه صاحبتك؟ قالت لها لا، كانت جارتنا واش وقع. قالت لها وانا راه كانت صاحبتي وكانت تجي عندنا، حنا كانت عندنا حنا راه عندنا الملك ديالنا وعندنا الخيالات ديالنا، وجابت لنا اكثر من بنت اللي كانوا خدامين عندنا، جابوا لنا 6 البنات، راه 2 باقي فيهم خدامين عندنا الحمد لله، راهم مزوجين بوليداتهم، وحنا عندنا وعندنا وعندنا. شنو وقع لك على ولدك؟ قالت لها ولدي تسرق ليا. شحال دابا؟ قالت لها وراه 13 عام دابا. 13 عام. قالت لها حتى انا 13 عام وانا متبعك، 13 عام وانا متبعك، 13 عام وانا عندي اخبارك، واخبارك ما تقطعت حتى ما تشري عاد تقطعت الاخبار ديالك، ولكن انا بقيت عارفك فين ساكنه، عارفك اش تديري، عارفك اش تخدمي. ولكن انا واحد المراه حاجه وزيره قبل النبي ومرضيه الوالدين، والله عاطينا من خير وما خاصنا حتى شي خير الحمد لله. عندنا شركات ديالنا وعندنا ديور ديالنا وعندنا كلشي ديالنا، ولكن الحاجه اللي في قلبي تطلع وتهبط، وكنت نقول يا ربي تحل لي هاد العقده هادي، هي نجي عندك شي نهار ونصالحك. قالت لها باش غتصالحيني؟ قالت لها ولدك راه باقي حي. قالت لها باقي حي. قالت لها ولدي؟ قالت لها باقي حي. قالت لها فين هو؟ قالت لها عندي في داري. قالت لها كيفاش وصلتي ليه وكيفاش؟ قالت لها جابتو لي الشريف راني ماتت، جابتو لي، هي اللي جابتو لي، وقالت لي راه مو ما بقاتش باغياه، وراه حلت معاه وما عرفتش كيفاش تربيه وكذا وكذا، وجبناه ودخلنا وضربنا عليه تماره، وانا المشكل اللي عندي ما عنديش الولد، وربيته ودرت عليه كبتي، وراجلي عنده تدخلات ودرتو في سميتي، وبان باه هو راجلي، ولكن انا ما بغاش يتنسى لي هادشي، ما بغاش يدخل لي في راسي، ما بغاش يدخل لي في قلبي. 13 عام هادي، ولكن ديك السيده كل مره تنقول لها خليني نمشي عندها، تقول لي ما تمشيش غدير شي مصيبه، خليني نمشي عندها، نقول لها ما تمشيش. وماتت السيده هادي، هي قالت لها دابا عام باش ماتت، ولكن بقيتش انا صابره، ما بقيتش صابره، بغيت تمشي معايا باش تشوفي ولدك. عنقتها ونادت معاهم، مشات عندها وسافروا واحد السفر قصير، وداتها لدارها، مشات الفيلا ديالها ودخلات وقدمت لها الدري. هاد لاسين هادي دابا انا من عاودي هادشي بقيت تنتخيل هاد الدري، هاد المراه دخلت زيدي مرحبا بك وجلست، وغيقول لها، غتقول لها عيطي عليه، وغيجي الدري كما قالت وكما قال السيد بسميتو اللي مسميه امو، سميتو الى غنقولوا عالي، وغتعيط اجي عالي اجي ولدي، وغيدخل داك الدري اللي عنده 13 عام ويوقف قدام ديك المراه. وتخيلوا معايا دابا هاد القضيه، هذيك المراه غتشوف فيه وتبقى تشوف فيه، وكيفاش غتعنقو وكيفاش غيبقى يتهرب، لانه ما عمرو شاف هاد المراه، تيتهرب منها وهي تتعنقو تجبدو، وداك البكا وداك الوقت وداك انا خص القضيه شي مخرج بحال واحد الفيلم شفتو انا سميتو كرامر كونتر كرامر. الشباب اللي يتفرج فيا واللي شويه تيفهموا في الافلام قلبوا على كرامر كونتر كرامر، الفيلم اللي بكى العالم، الفيلم اللي بكى الدنيا، بكى العالم. تفرج فيه واحد ولد في السينما، هو في الرباط ذاك الوقت وانا في الرباط، وقال لي تفرجت في كرامر كونتر كرامر، قال لي واش ما مشيتيش تفرجتي فيه، فيلم امريكي. قلت له شنو فيه؟ قال لي والله تتبكي. قلت له تنتحداك نمشي انا وياك والله ما نبكي، وندوز شكون اللي يخلص السينما. قال لي تخلص ونخلص. قال لي وكاس كروت. قلت لي كاس كروت انا ما نبكيش، انا عارف راسي ما نبكيش، ومشيت دخلت انا وياه. بكيت وكلشي الناس بكاو،
ذاك الفيلم. واشنو فيه ذاك الفيلم؟ شنو فيه؟ شنو هي الحاجه اللي بكاتني؟ هي ذاك الدري، واحد الدري كان عايش مع باه ومو طلق مو، ومو دخلت مع المحاكم وربحاتو، والدري كان مع باه عايش مع باه، والمحاكم مده ديال المحكمه، وجاو باش يديوه، جا البوليس مو باش يديه من عند باه. ودري صغير وزوين وخايبه ديك المقطع، خايبه بغيتش ننسى ليا. وهنا تنفكروا في هذه القضيه هذه ديال داك الام غتشوف داك الولد اللي عنده 13 عام اللي حمقت عليه وعذبت عليه وتكفت عليه تيبان ولدها. قالت لها المراه هاد الدري هذا راه ولدك، وراه دابا انا ولدي، ما نحرمكش منه ما تحرمش منه، ديري معايا شي حل، ديني للبوليس، تهوينا بالتزوير في حاله مدنيه، ديري اللي بغيتي، ولكن شوفي حالته كي دايره، اجي تشوفي بيتو، نوضي شوفي بيتو، شوفي اللعاب ديالو، شوفي الكتوبه ديالو، شوفي كذا، شوفي حياته. المراه مسكين ما عندها ما دير، قالت لها كي غنديرو دابا؟ قالت لها الخير اللي غدير في راسك، شوفي هاد المحل عندك قداش، شوفي هاد الدار عندك قداش، وشوفي هاد الاملاك اللي عندنا الحمد لله، عيشي معنا وبقاي معنا، كري ديك الدار وعيشي معنا وبقاي معنا. انا راجلي راه صالحته بكل شيء، راه يحسبك بحال بنته، وانت هذيك بنتي في العمر، يمكن لك دابا تزوجي، الا بغيتي تزوجي انت باقا الحمد لله قادة باش تزوجي وسكني في ديك الدار ونعاونوك، بقاي هنا حتى تزوجي وبقاي معنا، ديري اللي بغيتي. اش غدير ديك المرا؟ قالت لها اختي ما عندي ما ندير انايا، ما عندي ما ندير، خصني نشوفو ديومي، خصو يعرفني انا مو، دخلوني في راسو بان انا مو وانا مو، ودير اللي بغيتو. اتفقوا على هذه القضيه هذه واتفقوا عليها، وهنا وقفت القصه ديالنا. اتفقوا بانها غتعيش معاهم، وبانها من غتتزوج غتمشي تسكن في دارها، وبان عندها حمد في ورثها وغيعاونوها، وبان الدري خصو يعرف امه. اتفقوا على هذا الشيء، وقفت القضيه. وما بغيتش انا نجي نسول واش دار ودات رجعت وتزوجت في الاخر وكذا وكذا، بان النتيجه في الاخر كانت زوينه، وقع التفاهم بالعائلات. وقف حتى هذاك الدري غيتقاسموا قدامهم بعينيهم، يتقاسموا بعينيهم، يجي هنا يقول هذه ماما، يقول هذه ماما، وكذا وكذا، مشات الامور. وباقيين عايشين هاد الناس على الطريقه كما قال لي، واخا كبروا في العمر ودازت عليهم واحد المده، قال لي ما عمرنا سمعنا عليهم شي حاجه خايبه على هذيك ولا هذيك، ويعلم الله فين وصلوا. كانت تمشي معهم لبرا وتيجيو وتدري تيقرا، قال لك وحنا قطعناها، ما بقاش عندنا علاقه بهم، ومشاو في حالاتهم، لان ديك المراه اللي كان عنده علاقات شغلات معاهم، شغلات مع حياتها. اذا شوف ديك المراه اللي استطاعت باش تسرق داك الدري وديه، واش داتو حنات في هذيك، شافتها غتمرد مع حياتها، غتمرد معاه، وخصها تخدم وتجي تربي، تخلي عند الناس، تخلي عند الجيران، واش حنات عليه؟ او غوات هذيك المراه بالفلوس؟ هي قالت لها بانه، قالت لها غنجيب لك واحد ولد ما قاداش به، وما بغاتوش، ما قاداش تعيش به، ما قاداش به. يمكن حنات عليه، عطاتو لذوك الناس، لان كانت طيله حياتها معاه كانت مزيانه، وهي اللي وقفتها، هي اللي خرجتها من دارهم، هي اللي لقاتها مع السيد، هي كونتها، واخا كونتها واحد تكوين عوج، ولكن حتى الفقر لعب الدور ديالو. الفقر عدم الزواج مع دارهم، ديك المشاكل ديال خوها ومرت خوها والدار والروينه، زادت في هذا الشيء كله. شوف شحال المصائب صلتوا لهاد السيده هذه. كل مرة تطلق الا وعندها، كل مرة بحال هذه وقعوا هاد المشاكل الا وعندها قصه وعندها قصه، وكل مرة تطلق بولادها الا وعندها قصه ديال الولاد، كيفاش كبرتهم، كيفاش دارتهم. اي مرة طلقت وكبرت ولادها تقول كيفاش كبرتهم. شحال من مرة تلقى الراجل بولاد. واخيرا شفت واحد المرأة تلقى واحد الراجل كان خدام في البلديه، وتلقى ظلما، وتفاجأت لما مشيت نصاوب شي وراق في العماله، ولقيت بنتها تما في العماله تستقبل الناس، وخرجت من العمل غادي في حالي، وانا شفت اختها واقفه في الطوموبيل، قالت لها تنتسنى هي جايه، وعنقتهم بجوج، لا باس بغيك لا اختك هنايا. كانوا معايا مالين الدار، كنت بعدا طلقهم باهم، خلاهم مع المرا مسكينه والو، خلاها معاهم مصوتين في واحد البيت قريب لينا، ولاو بنات. لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي غنقول لكم، انا ما لقيت ما نقول في هذا الشيء هذا، ولكن غنقول لكم الله يسبحكم على خير، ونعاودوا نشوفوا غدا ان شاء الله.